السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الغزالات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما في تمام الصحة والسلامة. المهم الغزالات ديالي اليوم جيتكم بوصفة خاصة بتكبير الصدر ان شاء الله. الاخوات اللي عندهم صدر صغير، يعني كاينين بزاف ديال البنات كيتشكاو من هذا المشكل، كيضطروا انهم يلبسوا داك لي سوتيان ديال البونج، ولا كتكون معقده، كتقول لك لي لبستها ما كتجيش معايا، علاش فلانه عندها الصدر علاش انا ما عنديش، علاش هذه. راه بزاف ديال العوامل البنات كيدخلوا في هذا الشيء، كل وحده منا وداتها كاينين المسائل اللي هما وراثيين في الاجسام ديالنا وبزاف ديال الحوايج، ولكن الانسان يعني الا كيحاول يوصل لحاجه ان شاء الله راه غادي يوصل ليها. واخا ما يكونش عندك الصدر، الا تبعتي ان شاء الله هذه الوصفه وكتاكلي التغذيه اللي هي مفيده في هذه الحاله ان شاء الله غادي يولي عندك الصدر. وعاوتاني الانسان ملي كيتزوج وكيولد راه كتغير الذات ديالو. المهم اخواتاتي اللي بغات تكبر الصدر ديالها، اول حاجه هي انها خصها تشرب حليب الصويا. هذا البنات هذا حليب الصوجة. ما قدرتيش اختي تشريه، صايبيه في دارك، جيبي حبوب الصويا. ها هما هادو، شفتوهما البنات؟ هادو هما حبوب الصوجة، طحنيهم، صايبي الحليب في دارك، طحنيه وزيدي عليه كتبيتيها في الماء. بعدا كتشدي كاس ديال الصوجة كتبيتيه في الماء ليله كامله، لغد ليه في الصباح كتشديه كطحنيه وكديريه يفيض وكتصفيه كتبداي تشربيه. صايبيه غير في دارك، الصوجه راه رخيصه البنات، الا ما قدرتيش تشريه عندك الامكانيات ديال انك تشريه كتشريه وكتشربيه حليب الصوجه. شربي حليب الصوجه مع خاطرك، وراه الصدر غيتنفخ البنات، كلك غتبدلي ماشي غير الصدر، الحنيكات، المؤخرات ديالك، الوجه تيولي بيض وتيولي مزنق بحليب الصوجه البنات، ماشي بشي حاجه اخرى. المهم حاولوا البنات تاكلوا الصوجه. الناس اللي بغاو يكبروا يبرزوا معالم الانثويه ديالهم يشربوا حليب الصوجه بكثره، ياكلوا المكسرات، يشربوا حليب ديال الابقار، البابايا زوينه، الخضروات الورقيه بحال الخس، بحال لي زيبينار، بحال. المهم راكم عارفين اش كنقصد ملي كنقول الخضروات الورقيه، كاع الخضر اللي عندهم الاوراق خضراء كلهم الغزالات. المأكولات البحرية تا هما تيكبروا، زريعة الكتان، الفواكه كلها. كلوا كاوكاو، كلوا اللوز، كلوا. المهم البنات تهلاو في ريوسكم، راه ما كايناش شي حاجه غير هكاك غتجي غير هكاك منها لله. انا ما عنديش الصدر او خصني الصدر، خصك الصدر تهلاي في راسك، نوضي فيقي من القلبه، نوضي تهلاي في راسك. جيبي غير شويه من الحاجه وكليها، ما تخليش راسك هكاك جالسه ومدليه وكتقولي ما عنديش صدر وما عنديش هذه. المهم بغيت نشارك معكم البنات هذه الافكار. اعتمدوا حليب الصوجه ولا الصوجه، حبوه شريوها وطحنوها دخلوها في المأكولات ديالكم، ولا صايبوا الحليب في الدار. وبغيت نشارك معكم واحد المشروب اللي يعني الكل كيعرفوا، ولكن كتبقى في الطريقه ديال التناول ديالو. الطريقه هي اللي مفيده البنات، الطريقه يعني باش تعطيكم نتيجه خاصكم الطريقه هذه البنات، كتسمى حبه حلاوه. ها هي هذه، قربها لكم باش تشوفوها. هاد حبه حلاوه مزيانه بزاف ديال الحالات، مزيانه في الحاله ديال المصران، كي كنقولوا القولون العصبي ولا بومزوي، الغازات. المهم بزاف ديال الحوايج كتليق لهم، وحنا اليوم ان شاء الله غادي نستعملوها كمشروب باش نكبروا به الثدي ديالنا. غتقولوا لي كيفاش؟ هاد المشروب البنات غادي تصايبوه، ولكن ماشي غادي ديروه قبل الاكل، حيت الا درتوه قبل الاكل راه كتضعف، راه كتنقص الوزن. شتو دابا سميتو فين كاين؟ هنا فين كاين السير ديالها. ما ديروهاش البنات قبل الاكل. هاد المشروب اللي غادي نصايب معكم غادي تناولوه بعد الاكل، مورا كل وجبه غتشربوا واحد الكاس. بحال دابا فطرتوا غتبعوا واحد الكاس ديال هذا المشروب ديال حبه الحلاوه. تغديتو حتى تغداي وتسالي وتاكلي كاع اللي بغيتي. عاوتاني نفس الشيء غتشربي واحد، تصايبي واحد الكاس على 10 ساعه وتخليه واحد ربع ساعه تيطلق، عاد تشربيه. نفس الشيء بالنسبه للعشاء. وواحد المساله الاخرى البنات اللي بغيت نشير لها، فاش تمشيو تشريوه هزوه شموه. بحال دابا كتقولي واش عندك حبه حلاوه، يقول عطيني شويه، تيمدها لك تتشميها، ديها لنيفك وشميها، لقيتيها فيها رائحه يعني ريحتها زوينه. وهذا واخا تشريتيها عطاها لك واش ما تشمي فيها والو، عرفيها راه قديمه، داك العطار راه ما عندوش الضمير، حيت اصلا الحاجه الا قديمه خص يحيدها ما تبقاش في المحل ديالو. ماشي واحد الحاجه داز عليها عام ونجيبها انا ندير بها الوصفه ونقول ما عطاتنيش نتيجه. لا، جيبي الحاجه تكون جديده وتبعي سميتو كي كنقولوا لكم، وتشوفي ان شاء الله كيفاش غادي تكون، واش غادي تلاحظي تغيير ولا لا. المهم البنات غيجيكم كندوي بزاف، ولكن راه خاصني نوصل الفكره.
حيت الحاجه خاصها دار كما ما ينبغي، ماشي غير نجي نديروها هكاك عشوائيا. صافي، يلا نبداو على بركه الله. غنشد البنات واحد الملعقه من هاد الحبوب، ياك ملعقه كديروهم هكا في واحد سميتو. غادي نديهم الغزالات نغسلوهم مزيان مزيان، حيت بعد ما كتنقيوها راه ضروري كتكون فيها الغبره وبزاف ديال المسائل. غادي نديها تحت الروبيني حتى نغسلها مزيان مزيان ونرجع معكم. صافي البنات، بعد ما غسلتها مزيان كنخويوها في واحد الكاس، وكنخويو عليها الماء يكون غليان. بسم الله. ضروري البنات الماء يكون سخون، ومن بعد مباشره كنغطيوها. علاش؟ باش المكونات ما يتسربوش لينا في الهواء. تبع البنات اش كنقول لكم، ملي كتخوي عليه الماء السخون كتغطي الكاس ديالك، ضروري تغطيه باش هاد حبوب حبه حلاوه ما تضيعش لينا المكونات. هكاك كنغطيو الكاس وكنخليوه يطلق واحد المده ديال ربع ساعه. مثلا انا غنتغدى في الوحده، غنصايبو انا مع 12 ونص ونخليه يطلق مع خاطرو. غير نتغدى الغديوه ديالي نمشي نهز كاسي ونشربو على خاطر خاطري ونتكونسونطرا مع راسي ونأمل خير. وصافي البنات، ورفعوا المعنويات رياسكم وتهلاو في ريوسكم وكلوا مزيان وضحكوا ولعبوا ونشطوا، راه ما غادي يكون الا خير ان شاء الله باذن الله. نتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره، راه غتكون متداوله عند الكل وكل كيعرفها، ولكن خاص الضرب الوصفه خاصها الدار بالضوابط ديالها. بارطاجيو الوصفه مع صحاباتكم واشرحوا لهم مزيان. خليتكم على خير الى فيديو جديد بحول الله، مع السلامه.